أول شيء أنا عشت طفولة كتير حلوة، كتير بحبها طفولتي لأنه عشتها بكاملها، يعني عشت كل الطفولة وكنت مثل كل الأولاد الأشقياء إذا بدك، والشياطين يلي على طول ما بنهدى. كنت ضل ألعب وربيت بضيعة اسمها راس بعلبك، ضيعتي اللي بحبها كتير ويلي طفولتي كلها فيها. من أنا وصغير كنت ما بحب الصداقات الفردية، يعني ما بحب يكون عندي صديق أنتيم. بحب يكون أنا يعني حدا من مجموعة. بحب العمل المتكامل يلي هو بيكون في مجموعة عم تعمله. فبحب التيم وورك، مش بس أنا وحدي أو أنا وحدا. حتى بالصداقة بحب إني يكون فرد من مجموعة، لأنه بلاقي العمل الجماعي أحلى من العمل الفردي أو الثنائي. وبالنسبة ل ما كنت حب كتير الشعر. بس كيف كنت حبه؟ كنت حبه على مستوى المدرسة اللي كنت أنا فيها، وكنت حب حبي للشعر كنت ترجمه بأداء مميز. يعني لما كنت ألقي الشعر يلي هو كنا نسميه مثل كل الأولاد بيقولوا له الاستظهار. على أيامي كان في استظهار باللغة العربية بالكتاب العربي، وكنا كنت اتميز بطريقه ادائي. كنت ادي الاستظهار، القي الاستظهار. كان الالقاء بطريقه تعبيريه رائعه يحبوها كثير، والفت يعني يلفت لي نظري، المس هالاعجاب عند الاخرين، في ان كان من تلاميذ او معلمين او معلمات او اساتذه. فتميزت بهالموضوع اني انا القي الشعر بشكل جيد، الى ان بعدين عرفت انه يمكن نصف الشعر هو القائه، طريقه القائه للاخر. كنت من هول الناس يلي بيحبوا كتير الشعر وبقوله بطريقه حلوه وبحفظه بسرعه. وعلى ايامي، يعني عم تحكي من عشرات السنين اذا بدك لورا، على ايامي لما كنت انا بصف اللي بيقولوا له سيزيام، يعني الاول تكميلي، كان عمري 11 سنه. وكنت بهيدا الصف بالذات حب كتير اني القي شعر وتميز بالقاء الشعر. وما كانت المدارس مثل ما اليوم دارجه جمعه لا يعملوا حفله. ما كان عندنا بالضيعه نحن حفله، انا مدرستي كانت حد الضيعه مش بقلب الضيعه. فطلب مني انه انا القي قصيده قم للمعلم وفه التبجيله بعيد المعلم، يلي قررت المدرسه انه تعمل احتفاليه بهالمناسبه. وهي كانت الاحتفاليه اليتيمه بالمدرسه، مفيش غيرها. فكانت شغله كثير مهمه ومحطه مهمه كثير لنا كتلاميذ، انه نحن بدنا نعمل حفله الساعه 12، نعمل الحفله ونفل على بيوتنا. اختاروني انه انا اقول القصيده. فجيت على البيت من عشيه وخبرت اهلي وقلت لهم انا بكره بدكم تروحوا تحضروني، انا بكره حطلع القي شعر، رح اقول قم للمعلم وفيه التبجيله بطريقه. اهلي اكيد ما عندهم سياره، كان بدهم ياخذوا تاكسي او يربحوا جميله حدا من الجيران تياخذهم تيحضروني. انبسطوا ورحبوا كثير بالفكره. وتاني يوم، يعني اللي هو مقرر يوم الحفله بتسعة اذار عيد المعلم، رحت على الصف. وصلت على المدرسه الصبح الساعه 8، بتفاجأ انه في حدا تاني بده يقول القصيده، وانا استثنيت من الموضوع. كتير أثرت فيا هيدي الحادثة وكتير اتضايقت، وطلبت ورجعت إنه ليش يا جماعة إيه اللي أهلي بدهم يجوا يحضروني، على شو بدهم يجوا هلا. فكتير أثرت فيا هيدي الحادثة. وبتعرفي من هديك الأيام واسطة كانت إنه في حدا بالصف معي أخته بتعلم بالمدرسة، دبرت له واسطة إنه هو يلقي القصيدة مش أنا. آخر دقيقة كان في الأب حنا عوض يلي هو خوري توفى، هو اللي بيعلمني عربي، وهو كان معجب أكثر شيء بأدائي الشعري. فأنا قلت له، اعترضت عنده وقلت له معقول إنه استثنوني
وشالوني بطلت بالبروجرام، وليش بدي؟ قلت لاهلي يجوا يحضروني. تبع اي اساس يعني؟ قال لي يا ريت لو في قصيده تانية للمعلم كنت خليتك تقولها، بس ما في غيرها. وحقيقة تأثرت كتير، فقلت له أنا بعمل قصيدة تانية، لأنه أهلي جايين بيحضروني، كيف يعني رح نتجرس. ف قال لي أنت بدك تعمل قصيدة؟ قلت له أنا إيه بعمل. هيدي الساعة 8 الصبح نحن لما فتنا على الصف، وكان عندنا أول ساعتين عربي. خلصنا العربي والولاد بدهم يطلعوا على فرصة الساعة 10. أنا بقيت بهيدي النص ساعة بالصف الطابق الأول، الولاد نزلوا على الملعب، وأنا جربت إنه أكتب وقتها أول بيوت شعر لعيد المعلم، وطلعوا معي مزبوطين، طلعوا بيوت شعر حلوين. سمعتهم للأستاذ للأبونا، قلت له بيرحنا، قلت له أنا كتبت هول بدي أقولهم. قال لي أنت متأكد إنه أنت كتبتهم؟ قلت له أنا إيه، باللغة المحكية مش بالفصحى. وأبدأ أعجبه فيهم وقال لي إذا هيك أنا رح أقدمك شخصيا على المسرح وطلعك وأقول أنا، وأعلن عن ولادة شاعر جديد بالمدرسة عنا، وهلا رح تسمعوا أول بيوت شعر له. هيدا الشيء عطاني كتير معنويات وعطاني اندفاع، وطلعت وهيك صار. طلع الأبونا وقدمني، وطلعت أنا قلت أول بيوت شعر كتبتها بفرصة الساعة 10 بهالفترة النص ساعة يلي أخذتها أنا وعم باكل سندويشة الجبنة وخيار وخيارة. وما بنسى هيدا اليوم لأنه كان محطة كتير مهمة بحياتي، لأنه اكتشفت حالي إنه أنا مش بس بحب الشعر، أنا بقدر أكتب شعر. بالأرقام أشعار كتير، أكيد ما فيني أعدهم، ما فيني أحصيهم. عندي قصائد كتير ألقيتها بمناسبات عديدة. عندي وما زلت لحد اليوم يعني مناسبات وطنية كبيرة، مناسبات على مستوى المناطق. عندي محطات وطنية واجتماعية ودينية حتى، في إلي فيها إلقاء قصائد على طول، ما بغيب عن حضوري على مستوى البلد ككل. هيدا من عدا الأغاني يلي بعتقد صاروا أكثر من 2000 أغنية. لا، أول شيء أنا بس أكتب الأغنية، بكتب أول شيء تأرضي نزار فرانسيس بالأول، برضي نفسي، وبعدين اللي بده نزار فرانسيسي بيسأله شو عندك جديد. ما بكتب على قياس حدا، إلا بحالات استثنائية كتير خفيفة كتير قليلة، لما بسمع لحن وبياخدني، لأنه أنا بحب الموسيقى، بحس هاللحن حلو لدرجة إنه أنا مستعد إنه طوع كلمتي لإله، مثل ما بيصير معي ببعض الأعمال مع ملحم بركات، مع الموسيقار ملحم بركات مثلا. النافذة كانت إذا بدك أول أو كبداية خطوة أولى كانت أغنية اسمها صهلة خيل بعز الليل، لفنان من بلدي من ضيعتي اسمه عاصي بيطار، ربيان أنا وياه من عمري، وصوته صاحب صوت رائع. انعملت هيدي الأغنية ونالت إعجاب الناس ونجحت نجاح باهر وحبتها الناس. ومن بعد صهلة خيل كرت الصبحة، لا ليل ورعد وبرد وريح واني مارق مريت وهيدي الأعمال وكسدرنا وطال المشوار ومعقولة شتي بقاب، هيدي كرت الصبحة وقتها بذات السنة إذا بدك أو السنتين. بس الأغنية اللي وجهها خير علي كانت ليل ورعد وبرد وريح على مستوى البلد. يعني هيدي الأغنية أنا بسميها عملت شاعر، ثبتت شاعر ونجم وملحن بالوقت ذاته، يعني يلي لحنها ويلي غناها ويلي كتبها الثلاثة صاروا بالصف الأمامي فجأة. الوسط الفني فيه من كل شيء، مثل أي وسط عادي، مثل الوسط الاجتماعي العادي، مثل كل الأوساط السياسية. يعني مثلا بالأوساط السياسية عندنا محل ضرب الهريان
مثل ما بالوسط الفني، مثل ما بالوسط الاقتصادي، الوسط الاجتماعي، كل الأوساط فيها الجيد وفيها الرديء. لا، أنا صرت أعرف يعني أتعامل معهم. بالبداية كنت ألاقي صعوبة لأنه كان صعب التعاطي مع فنان مشهور وناجح. هلأ لا، صار غير. يعني أنا عندي ثقة بنفسي، وبحب اللي بشتغل معهم، بحبهم. ولو ما بحبهم صار عندي قناعة يلي أنا ما بحبه إنسانيا وشخصيا ما ممكن أعطيه غنية يغني لي. علاقتي بالموسيقار ملحم بركات كانت على أساس إنه في لقاء بيني وبينه على عمل، يعني يشتغل معي، نشتغل نحن وياه. ومن وقت هالعمل تعرفت عليه. وأنا قبل ما أكتب له لأبو مجد أنا معجب بفنه وبإبداعه. عملاق من لبنان، ملحم بركات إنسان كتير كبير. أنا بحبه قبل ما أكتب شعر. آه، ثاقبتني فرصة إنه أتلاقى فيه وإنه يطلبني لأكتب له غنية ليغنيها. وكانت البدايات أنا وياه من يمكن 22 سنة صرنا، وما زلنا يوميا 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 نلتقي، إما شخصيا أو عبر الهاتف يوميا. عندي أعمال، إيه صحيح، عندي أعمال لنوال يلي أنا بحبه كتير هيدا العيد. ومدامتي بالبيت بتحبه، بتقلي هيدا موسم مش بس عيد. أه، بحب يكون في إلي محطات بكل المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. يعني عم أعمل أكثر من عمل مع أكثر من فنان، وإن شاء الله يعني مثل ما كتبت للوطن بكتب للي خالق الوطن. أه، المهم أهم شيء إنه الواحد لما يكتب بهاي الأمور، مش مثل اللي بيكتب للوطن واللي بيكتب لأشياء ابتهالات لربه. مش مثل اللي بيكتب غرام وحب. بالغرام وبالحب فينا نكذب شوي، فينا نمثل شوي، فينا نزيدها شوي. وفينا نقول لحبيبته مثلا انه انا، في حدا يقول لحبيبته انه انا بموت فيكي، بس ما حدا مات بحدا الا بالارض بالوطن. ما فينا نكذب عليه. اذا قلنا له بنموت كرمالك بنموت فعلا كرماله. فهيدي بدها صدق اكثر من اغاني الحب العادي والغرام، الابتهالات لربنا يلي هو ما في، مش لازم يكون في كذب بيننا وبينه. والاغاني اللي بنعملها لوطننا يلي كمان مش لازم نكذب عليه. لما بنوعده لازم نكون قد الوعد، وانه في مثل ما بنقول باغانينا. وفي كتير ناس عم بتترجم اغانينا فعلا على الارض هيك، في شهداء كتير. انا رايح على دبي. هي اغنيه بتحكي واقعنا، ولانه الشاعر هو لسان حال البيئه اللي هو بيكون فيها، ابن بيئته. الشاعر لسان حال المجتمع اللي بينتمي له. انا يمكن في ناس اعترضوا عليها، في ناس قالوا عم بتشجعوا الشباب اللبناني على الهجره، مع انه دبي ما لها هجره، مش هجره. دبي شغل وبحث عن رزق وجلب مصاري على البلد. ولانه نحن بهالبلد كرمال هالكام حدا بدبي او بافريقيا او باوروبا او بامريكا عم يشتغلوا ويبعثوا مصاري لناس هون، بعده هالبلد وقف على اجريه كرمال هول. أه، حبيت حط تاتش بطريقه اخرى، اعترض على الوضع اللي نحن فيه بطريقه اخرى. وقلت انا رايح على دبي مع انه ما في في، والشمس بتكوي كاي، وما برتاح. بس بدي اروح دبر حالي، بدي اعمل امن مستقبلي يعني، مثلي مثل كل هالناس. لبنان ما بقى في امل بحياه مثل ما بيقولوا هنيه ومرتاحه من الناحيه الاقتصاديه، الا ما يسافر الواحد ويجيب مصاري من برا. فهيدي حياه الشباب اللبناني. فعملتها اغنيه، وهيدي شغله واقعه. وما في حي الا ما في نصه صار برا. ما بعرف ليش في ناس اعترضوا، حتى وزير العمل اعترض قالوا لي. بس يعني شو بدي اعمل؟ عملت لهم صار بدنا حريق من 7 سنين. غنى لهم اياها الموسيقار ملحم بركات، ما حسوا على دمهم. عملت لهم ينقبروا هن وفلوا بلسان نجوى، بصوت نجوى كرم، ما حسوا على دمهم. هلا قلت لهم انا فعلي انا على دبي. طب انه
كمان حتى الفله ممنوعه. ان شاء الله كل الناس بتروح على دبي بتجيب مصاري بس بترجع، هذا اهم شيء. لانه لما عملت لمعين شريف اغنيه راجع لعندك بوس عتاب البيوت مشتاق زورك والدنيا بعدها دنيا، لما غنينا لبيروت انه انا كمهاجر برجع، ما حدا زقف لنا ولا حدا قال لنا برافو، بس لما شافونا رايحين على دبي اعترضوا. بدنا نروح على دبي ونجمل دبي تيعرفوا قيمتنا، انه اذا بيخلونا هون مرتاحين بنجمل هيدا البلد. مثل كزدرنا وطال المشوار، انه انا كوني ابن ضيعه، وكان لما واحد يروح يكسدر هو وبنت، اذا عتمت الدنيا عليهم وتاخروا ترجعوا ما بيسوى. وكان يبقى واحد يعمل قبضاي قدامه يقول له وشو واذا حكوا علينا ما بهم، انا على بكره بروح بحكي لاهلك بدي اتجوزك، انا بطلب ايدك، شو هالمشكله؟ ايه هيدي حالات بنعيشها، يعني بنعيشها بضيعتنا. حسيتها بتشبهني.